السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم وفيديو جديد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تنسيق الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، وكمان هنتكلم عن اقسام كلية التربية النوعية وفرص عمل كتيرة جدا متاحة لكل اللي هيدخل كلية تربية نوعية، وهتغيروا فكرتكم عن تربية نوعية، وان هي علشان بتاخد من مجموع قليل يبقى ملهاش نصيب في سوق العمل. لو حابب تعرف كل المعلومات دي كمل الفيديو للنهاية، بس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله طلبة الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هيسجلوا الرغبات بتاعتهم في تنسيق الثانوية العامة يوم السبت، يعني بكرة ان شاء الله هيفتح باب التنسيق علشان تسجلوا الرغبات بتاعتكم في معاهد طبعا متاحة، وفي كمان كليات متاحة للشعبتين الأدبية والعلمية. بس طبعا هي أكتر كلية هتلاقوها موجودة هي كلية التربية النوعية. طبعا عارفين ان المرحلة الثالثة وكمان الدور الثاني هما يعني الكليات بتبقى قليلة وخاصة للشعبة الأدبية، المعاهد بتكون كتير، بس كلية التربية النوعية بتنزل لكل المراحل، موجودة في المرحلة الثالثة وموجودة للدور الثاني. هي كلية تربية نوعية بتبقى بتاخد من مجموع قليل جدا، يعني ممكن تلاقيها واخده من 50% في بعض الاماكن، يعني او 52 53 54، يعني كتير قوي 55%. فهي المتعارف ان كليه التربيه النوعيه كليه ملهاش قيمه علشان هي بتنزل بالمجموع قوي كده. بس كليه التربيه النوعيه لو انتم متعرفوش ليها 7 اقسام، وهي قسم الإعلام التربوي، وقسم الاقتصاد المنزلي، وقسم تربية فنية، قسم تربية موسيقية، قسم علوم تربوية نفسية، قسم تكنولوجيا تعليم، قسم رياض أطفال. طيب لو انت دخلت كلية تربية نوعية أي قسم من الأقسام اللي أنا قلتها ال7 دول هتشتغل إيه؟ أول حاجة هتشتغل مدرس في المجال اللي انت دخلته. طيب يبقى ممكن تشتغل في المدارس الخاصة، لو ما جالكش في التربية والتعليم يبقى هتشتغل في المدارس اللي الخاصة، تمام كده. وكمان هتشتغل في مجال التدريب، انت دلوقتي معاك مهارة، معاك تربية موسيقية، يعني عندك مهارة الموسيقى مثلا، عندك تربية فنية يعني شاطر في الرسم، دي مهارة هي ممكن تشتغل في اماكن بتعلم الحاجات دي. كمان قسم التكنولوجيا هتبقى معاك مهارة تعليم الكمبيوتر، فانت كده معاك مهارات اصلا، ممكن لو ما اشتغلتش مدرس هتشتغل مدرب في المجالات دي. طيب تعالوا ناخد قسم اعلام في كلية تربية نوعية. القسم ده بيتيح لك ان انت تشتغل في الوظائف اللي انا هقولها دي: اخصائي صحافة مدرسية في المدارس الحكومية او الخاصة، العمل في المؤسسات الصحفية، اخصائي علاقات عامة في المؤسسات والهيئات المختلفة، العمل في مجال الاعلان والدعاية، يعني ممكن تشتغل في اماكن حكومية او شركات او كده، وممكن تعمل لنفسك مكان خاص بالدعاية والاعلان، هتبقى شغل خاص بيك. فالقسم ده حلو جدا، لو قدرت تدخله في تربية نوعية هيتيح ليك فرصة كويسة جدا في سوق العمل. عندك مثلا قسم رياض أطفال في كلية تربية نوعية، اللي بيدخلوا القسم ده طبعا بيشتغلوا في دور الحضانة المختلفة كمدرسين أو أخصائيين طفولة في المراكز بتاعة الرعاية والمستشفيات والهيئات الحكومية والخاصة اللي مختصة بالطفولة. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين بيشتغلوا معلم فصل في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. القسم ده حلو جدا ومطلوب قوي في سوق العمل. كمان عندنا قسم العلوم التربوية والنفسية. القسم ده بيخليك تشتغل في مجال التدريس، دي أول حاجة، وكمان ممكن تشتغل أخصائي نفسي في المدارس، وكمان هتشتغل في مجال الاستشارات التربوية النفسية في الهيئات والمراكز المتخصصة، أو تشتغل خاص مع نفسك كأخصائي تربوي، وتقدر إنك تقدم استشارات تربوية للآباء واولياء الامور وتساعدهم، وكمان ده موجود والناس كتيره بتشتغل كده في سوق العمل. فالقسم ده برضو حلو جدا، وانت طبعا بتعمل دراسات عليا، بتعمل دبلومات، بتطور من نفسك علشان يبقى عليك طلب في سوق العمل. اما عن قسم الاقتصاد المنزلي
فالقسم ده بيتيح ليك انك تشتغل مدرس اقتصاد منزلي في المراحل التعليمية كلها، وكمان ممكن تشتغل في مجال التغذية وعلوم الأطعمة في المصانع المختلفة أو الملابس والنسيج وإدارة شؤون الأسرة والمسكن. القسم ده حلو برضو، بس غالبية اللي بيدخلوا بيبقى البنات، فهو قسم حلو. بتشتغل مدرس أو تشتغل مدرسة في المدارس الخاصة أو الحكومية، بس احنا عارفين ان المدارس الحكومية مش بتاخد أعداد كبيرة للأقسام دي. قسم الموسيقى. قسم الموسيقى ممكن تشتغل مدرس موسيقى في المدارس الحكومية أو الخاصة، ممكن تشتغل في مجال التدريب في مراكز التدريب المتخصصة لتدريب الناس على الموسيقى زي العزف بالكمان والبيانو والآلات الموسيقية التانية، وده موجود يعني كنشاط يعني بيبقى مطلوب جدا في الصيف لأن الناس بتدور على تنمية مهارات أولادهم. فالقسم ده كويس برضو علشان انت تشتغل خاص مع نفسك او في مدارس. قسم تكنولوجيا. القسم ده ممكن لو دخلته تشتغل مدرس لمادة الحاسب الآلي في المدارس، مدارس خاصة برضو أو حكومية. كمان ممكن تشتغل أخصائي تكنولوجيا أو أخصائي تطوير. كمان ممكن تشتغل في مجالات الحاسب الآلي والبرمجة والجرافيك في الشركات، وأنا أعرف ناس اتخرجت من القسم ده، قسم تكنولوجيا في تربية نوعية، واشتغلت في شركات للكمبيوتر وبتقبض حلو قوي، وانت بتطور نفسك طبعا وبتاخد كورسات وبتشتغل على نفسك وبيبقى عندك CV بتقدمه، فإن شاء الله هتلاقي فرصة عمل كويسة قوي عن طريق القسم ده. اتمنى تكون غيرت فكرتك عن كلية التربية النوعية. لو جاتلك تربية نوعية احمد ربنا واشتغل على نفسك قوي، لان الشغل كله بايد ربنا، وانت لو طورت نفسك واشتغلت على نفسك واخدت كورسات وقويت اللغة الانجليزية عندك، فانت ان شاء الله هتقدر توجد لنفسك فرصة عمل. وعندنا فرص العمل كتيرة جدا على السوشيال ميديا، يعني انت ممكن تشتغل اونلاين، ولو ما لقيتش يعني على ارض الواقع شغل، فانت فرصتك في ايديك ما تضيعهاش، وطور من نفسك وان شاء الله ربنا يوفقك وتلاقي فرصة عمل بعد ما تتخرج ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم، واتمنى لو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد باذن الله.